خطوة خطوة لحد ما نوصل لنقطة اللا عودة. خطة محطوطة من سنين، مشروع عالمي بيتكلموا فيه من فترة اسمه الدين الإبراهيمي. هي فكرة الظاهر بتاعها إنها سلام وبتعمل توحيد للأديان، لكن أما تغوص فيها من جوه بتكتشف إنها حاجة تانية خالص. فجأة كده عايزين الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية تبقى ديانة واحدة، وبيقولوا إن لازم يكون ربنا واحد وكل الطرق بتوصل، حتى لو كنت بتعبد طاقة أو حجر. بصوا بقى اللي بيحصل ده كله تمهيد لظهور شخصية محدش عايزك تفكر فيها دلوقتي، اللي هي المسيح الدجال، اللي هيظهر في زمن كله فوضى والناس مش عارفة الصح من الغلط، وهيكون وراه ظلام ملوش نهاية، وهيقول للناس كلها إنه هو المخلص، هيعمل معجزات ويشفي مرضى ويحيي موتى. بس الحقيقة اللي كلنا عارفينها إن هو أكبر فتنة شافتها البشرية. الناس اللي بتساعده يجهزوا دلوقتي للمرحلة دي مش بشر عاديين، ده في طقوس سرية بتحصل كل يوم، في تمجيد علني للشيطان في حفلات عالمية، ناس بتلبس قرون وناس بترقص حوالين نار، رموز عين واحدة، نجمة مقلوبة، وفي الآخر بيقولوا كل ده فن وحرية تعبير. الرسائل كلها واضحة ومستنين اللحظة الحاسمة، بيعملوا تجهيز فكري عشان لما الدجال يظهر الناس تصدقه وتتبعه. بيبثوا أفكارهم في السوشيال ميديا، بيخلوا جيل كامل بيتربى على إن الجنة والنار مفاهيم قديمة، وإن مفيش حاجة اسمها شيطان، كله يا إما طاقة سلبية يا إيجابية. بس اللي مش واخدين بالهم إن الطاقة السلبية دي هتيجي على هيئة بشر وماشية في الأرض وهتعمل فتنة كبيرة. اللي جاي يا جماعة مش طبيعي، واللي بيترتب مش عشوائي. احنا دخلنا فعلا في زمن الفتنة. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك لما الدجال يظهر، هتكون شايف الحقيقة ولا هتكون واحد من اللي صدقوا المسرحية الكبيرة دي؟ أنا أسماء مدين، بجيب لكم كل حاجة جديدة وغريبة في دقيقتين جامدين.